السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم بألف خير متابعين الكرام. قصتنا اليوم عن رجل صعيدي كان عنده أولاد وكان عنده بنت. كان معه 3 أولاد وبنت. قصتنا عن محمد، صعيدي يبلغ من العمر 55 سنة. حالته المادية تعبانة، وكان يشتغل في أرضه ولم يقدر يكفي أسرته. وبعد مرور فترة ذهب ليعيش في الخارج، وسافر إلى دولة أوروبية لأجل أن يساعد أسرته الفقيرة. وكان متزوج وعنده 3 أولاد وبنت. محمد الصعيدي من مصر، من عسيون، ذهب لأجل أن يساعد أسرته. ولما ذهب إلى فرنسا لم يفكر كيف عيشة الغرب، تفاجأ من عيشة الغرب، وحصل على عمل في فرنسا في أرض يزرعها. وبعد مرور فترة من الفترات تعرف على صاحبة الأرض، وكان بينهم إعجاب. الصعيدي حب الفرنسية وقام بالزواج منها. والرجل الصعيدي كلم أبوه من فرنسا وقال لأبوه يريد أن يتزوج فرنسية. رفض أبوه الكلام والزواج، وقال لأبوه أنا أتزوج فرنسية. وأبوه قال له إزاي تتزوج فرنسية، واحدة كافرة؟ رفض أبوه هذا الأمر. والوالد زعلان ويقول له عمه هي دخلت الإسلام ولا لا؟ وقال لعمه هي دخلت الإسلام وأنا دخلتها الإسلام. وقال لأبوه لعمه أنا نازل مصر بعد أسبوع وهرجع علشان ما تزعلش. وقال له أبوه جيب معاك زوجتك خلال أسبوع. قال له خلال الأسبوع ده هجيب معي زوجتي. زوجته الفرنسية شافت أبوه رجل كبير في السن، كل يوم من بدري تقعد مع أبوه الرجل الكبير في السن، وكل يوم من بدري تقعد مع أبوه. لبست أحسن لبس وغسلت شعرها بالشامبو، وقالت ضيفوا لي عصير مع الفطور، وعصير قبل المغرب. قال له أبوه دلعتها على الأخير. جاء الابن سأل والديه إيه خبر الكفر معك؟ قال له يا ابني ما في أحد كافر غيرك،
ليصلكم كل جديد. اضغط لايك والاشتراك بالقناة.